السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نعرف ايه علاقة بعض الدول وليه امريكا وروسيا ساكتين على اللي بيحصل في السودان، هنا لازم تعرف معلومة خطيرة جدا، ان دولة السودان دولة غنية بالموارد زي الذهب. ومن هنا في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه: قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي بتصرف على نفسها منين؟ ومن هنا لازم نربط بين حاجتين مهمين، وان الفلوس اللي بتتصرف دي على قوات الدعم السريع هي من مناجم الذهب اللي في دارفور، اللي حميدتي بيتاجر فيها وهو اصلا يمتلك منجم ذهب. ايه بقى علاقة الدول باللي بيحصل في السودان زي دولة زي امريكا؟ وايه اللي مخليها ساكتة لغاية دلوقتي بالرغم ان 2 مواطنين امريكان اتقتلوا في السودان؟ من هنا لازم تعرف حاجة مهمة جدا، ان الدول دي ما يهمهاش غير مصالحها والسيطرة على الدول اللي بيكون فيها منازعات وعندها موارد. بالبلدي كده امريكا سايباهم يخلصوا على بعض، واللي يكسب من الطرفين امريكا تعترف بشرعيته وتخش تسيطر على مناجم الذهب وكل موارد السودان. ومن هنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا، ان مصر موقفها مع الشرعية، اللي هو مع الجيش الشرعي السوداني، اللي هو مع البرهان اللي هي القوة الشرعية للسودان. ولكن في مفاجأة انت ما تعرفهاش، ايه هي؟ بس قبل ما اقول لك عليها ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس. المفاجأة اللي انت حضرتك ما تعرفهاش ان الامارات في ظهر حميدتي، وده اللي هيخلي الجيش المصري او يخلي الجيش المصري ممكن ينجر الحرب خسرانة، وده طبعا لان مصر مؤيدة للبرهان الجيش السوداني الشرعي. لكن لما تلاقي دولة من الدول العربية بتأيد حميدتي، فهنا السؤال اللي بيطرح نفسه: ايه مصالح بعض الدول العربية اللي بتأيد حميدتي؟ طبعا الاجابة الصريحة والواضحة، اكيد ليهم مصلحة من وراء الدعم لحميدتي. ومن هنا لازم انت كمشاهد تعرف وتفهم معلومة مهمة جدا، ان حميدتي على علاقة قوية جدا برئيس وزراء دولة اثيوبيا ابي احمد، وهو اصلا على خلاف مع مصر بسبب مية نهر النيل اللي اصلا مطمع للكثير جدا من الدول وانتوا عارفينها. ومن هنا لازم تعرف ان الدولة المصرية بقيادة رئيسنا عبد الفتاح السيسي بتواجه تحديات كبيرة جدا، وانت كمشاهد لازم تفهم ان تم وضع عقبات كتيرة جدا في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ازمة كورونا المقصودة واللي مصر عدتها بسلام. وكمان مصر كانت بتصدر مساعدات للدول الاجنبية زي ايطاليا. وتاني حاجة كانت ازمة روسيا واوكرانيا واللي اتقال عنها انها اثرت على الاقتصاد العالمي. لكن كل ده مقصود للوقوع بمصر والجيش المصري اللي يعتبر اقوى شوكة حاليا في المنطقة في ظهر بعض الدول اللي انتوا عارفينها كويس. فلازم تعرف كمشاهد ان الازمات دي كلها اللي هي اصلا مفتعلة عشان تخلي الجيش المصري يخش في حرب خسرانة، فلازم كلنا نكون في ظهر رئيسنا والجيش المصري لو انت فعلا مصري. وهنا تفتكر كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان الجيش المصري جاهز لاي اجراء عسكري لحماية البلاد، وبالبلدي الحرب خدعة. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. وبس كده، سلام.